الولد مسك بيضة وكسرها. في اللحظة اللي بعدها كل العصافير اللي في السماء وقفت مكانها، والتلات ولاد ما كانوش مصدقين. رجعوا على المدينة ولقوا كل الناس واقفين زي ما يكون العالم كله تعمله بوز، ومفيش حد بيتحرك غير التلاتة دول. التلات ولاد كانوا في قمة الحماس، كسروا باب مطعم وأكلوا بيتزا وشربوا صودا، دخلوا على سوبر ماركت صغير وأخدوا أي حاجة عايزينها. ما بقوش محتاجين يروحوا المدرسة وبقوا يقدروا يعملوا أي حاجة نفسهم فيها. نقلوا عيشة جوه مول كبير، يقروا قصص مصورة طول اليوم ويعيشوا حياة من غير أي هم. لكن ابتدوا يلاحظوا حاجة بعد شهر واحد بس، زهقوا من الحياة المملة دي. حاولوا يركبوا مركب ويبحروا في البحر، لكن اكتشفوا حتى مياه البحر متجمدة. وبعدها على طول حصلت حاجة خلتهم يأسوا. واحد جاله نوبة ربو وما بقاش قادر يتنفس. في اللحظة دي زعلوا جدا عليه وفضلوا يعيطوا بصوت عالي. خدوه على البحر ودفنوه في الملاهي اللي كان بيحبها. بعد 5 سنين الاتنين التانيين كبروا وبقوا شباب وتعودوا على العالم الساكت ده. لكن مع مرور الوقت الوحدة الشديدة خلتهم تعساء. واحد منهم انهار تماما، صرخ بأعلى صوته وفي الآخر وقع على الأرض. ولما فاق شاف إن القمر بيتحرك فعلا. اتحمس جدا وعايز يبلغ صاحبه بالخبر الحلو، لكن لف المدينة كلها وملقهوش لحد ما وصل لحافة جبل وشاف هدوم صاحبه هناك وفاهم كل حاجة في لحظتها. حس باليأس ورمى نفسه في البحر. لكن في اللحظة اللي بعدها مياه البحر المتجمدة ابتدت تتحرك ورجع للشاطئ. ولما فاق لقى الزمن رجع عادي، العصافير بتطير والبحر بيتحرك، بس صوت الأمواج وأبواق العربيات وكل الضوضاء خلته مبقاش قادر يتأقلم مع العالم ده تاني.